السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فيديو آخر من سلسلة الاستماع والنطق. لأول مرة يقع على هذه القناة معكم ميا سرغيني وقناة إيطاليانو بير عربي، الإيطالية للعرب. باختصار، لأن كل مرة نعاود نفس المقدمة بالنسبة للناس اللي تيشوفونا لأول مرة. باختصار، هذه القناة مخصصة للعرب المقيمين في إيطاليا ولكل من يرغب تعلم اللغة الإيطالية كما يتحدثها أبناء البلد في واقعهم اليومي وحياتهم العادية، وذلك باستخدام كليبات لأفلام إيطالية أو أفلام أمريكية مدبلجة بالإيطالية، وكذلك أفلام رسوم متحركة، لأن الأفلام يمثلون الواقع. ما نطولش عليكم، وإليكم المشهد والعبارة الأولى في درس اليوم. Non è il caso, non è il caso, non è il caso. Non è il caso, non è il caso. لا جدوى من أو لا داعي لي أو الأمر أو الحالة لا تستدعي. بالمغربية تنقولوا ما كاينش علاش. Non è il caso, non è il caso. Non è il غنجمعوهم ونقولوا نونيل 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 لتسهيل النطق. نونيل كازو. هذه العبارة مستعملة بكثرة في اللغة المحكية ديال كل يوم، وتستخدم في سياقات متعددة سوف نفهمها أكثر كما جرت العادة في هذه القناة بالأمثلة اللي غادي نشوفوهم عبر المشاهد القادمة. إليكم المثل الأول والمشهد. Non è il caso di preoccuparsi così. 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 لا داعي أن تقلقي هكذا، أو لا داعي أن تقلق هكذا. لا جدوى من القلق هكذا. الأمر لا يستدعي أن تقلقي هكذا أو بهذا الشكل. بالمغربية تنقولوا ما كاينش علاش تقلق أو تهز الهم هكذا. Non è il caso di preoccuparsi così. così المعنى ديالها هو هكذا. così تنطق بالمد في القطعة الثانية وكأنها مجرورة بالياء. لاحظوا بأن يكون هناك الرمز ديال المد أو لاتشينتو فوق حرف إي. نون تفيد النفي. إي بالمد لأن هناك لاتشينتو، وهو ليس بحرف بل هو فعل وأصله essere مصرف في ضمير الغائب، وهذا الفعل سبق لي وخصصت له حلقة كاملة في سلسلة الأفعال في الإيطالية، وهو من الأساسيات في تعلم اللغة، يعني لا بد ولا مفر من دراسته. بالنسبة لمن يريد الرجوع إليه غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وكنت شرحته وشرحت جميع الوظائف ديالو شرح مبسط بالإيطالية والعربية لتسهيل الفهم، واللي غادي يشوف الحلقة لن يخطئ أو يجد صعوبة بعد الآن مع هذا الفعل اللي هو مهم وأساسي لتعلم الإيطالي. il caso المعنى ديالها اللغوي أو الحرفي هو الحالة أو القضية. بالنسبة للفعل preoccuparsi يعني قلق بشأن ما أو بسبب أحد ما. الشخص القلق يسمى بالإيطالية preoccupato. preoccupato يعني preoccuparsi هو الفعل، ولكن الصفة preoccupato، والصفة تسمى في قواعد اللغة الإيطالية l'aggettivo. l'aggettivo. غادي نوقف على هذا الفعل ديال preoccuparsi ونشرح كيف ينطق، لأن مجموع فيه 3 ديال الخصائص لتتميز النطق في اللغة الإيطالية. عندنا il suono بر هو متكون من 2 الحروف ساكنة اللي هي ب و ر، تنطقوه
بصوان واحد، كما لو كان نغمة واحدة، صوان واحد هو بر. وغادي تصادفوه في بزاف ديال الكلمات هاد الصوانو ديال بر. وبجانبه حرفين متحركين اللي هما اي و او. هاد الحرفين اللي غادي يحركوا لينا الصوانو بر ما تندمجوهمش مع بعضياتهم، بل ينطقون كل واحد بإصدار صوتي ديالو، يعني لا اي بوحدها ولا او بوحدنا. يعني في النطق لازم علينا نبينو الصوانو اي والصوانو او، فتنقولو اي او اي او ايو ايو بريو بريو. وعندنا حرفين ساكنين متكررين، كو بريو كو بريو كوبارسي. وعندنا الرمز ديال المد كيف ما تتلاحظوا فوق حرف أ، هناك مد في القطعة قبل الأخيرة، بريوكوبارسي بريوكوبارسي. أنا همت نوقف عند نطق هذا الفعل هذا لأنه يجمع 3 الخصائص اللي تتمتاز بهم اللغة الإيطالية في النطق. الخاصية الأولى هو أن الإيطالية كيف ما تتشاف كيف ما تتنطق، داكشي اللي تنشوفوه تنطقوه. والخاصية الثانية هي الشدة، والخاصية الثالثة هي المد. مهم أنكم تحترموا هاد الخاصيات، لأن بعد النوبات ملي ما تنحترموش خاصية المد أو خاصية الشدة معنى الكلمة تيتبدل. وهذا الشيء غادي نوقفوا عليه في الفيديوهات القادمة. وهنا غادي نفتح واحد القوس صغير باش نتكلم على أهمية النطق السليم. ماشي مهم أنك تكون تتكلم بحالهم أو لا تتنطق بحالهم أو لا عندك اللكنة ديالهم، لأن كاين فرق بين النطق السليم ولا فونيتيكا، يعني اللكنة، لأن ما يمكنلكش تعلم اللكنة. أولا وانت كبير ما يمكنلكش تعلم اللكنة ديالهم وتهضر بها كأنها مادري لينغوا، كأنها لغتك الأصلية. هذا من جهة. ومن جهة واحدة أخرى في الإيطالية كاين بزاف اللكنات، يعني كل مدينة وكل منطقة عندها اللكنة ديالها وعندها مخارج الحروف ديالها. وحتى العرب المزدادين هنا في إيطاليا يكتسبون لكنة أو لا فونيتيك ديال المنطقة اللي ازدادوا فيها أو اللي عاشوا فيها ومن هما صغار. إذن أنا اللي تيهمني هو النطق السليم، يعني ما تكونش شدت ما يكون المد تمد، وملي ما يكونش الدمغ ما تدمغش. أوكي، الآن نمر لمثل آخر الذي يحتوي على نفس العبارة ديال non è il caso. calma, non è il caso. Calma, non è il caso. Calma, non è il caso. Sta calma, non è il caso. Sta calma, non è il caso. Sta calma, non è il caso. اهدئي، الأمر لا يستدعي القلق. sta calmo إذا كان المخاطب ذكر، لأن هنا استعملنا كالمو وكالما كصفة. كيف ما شفنا في المشهد في هذا السياق الشخص يحاول تهدئة السيدة وتقول لها sta calma non è il caso لأنها قلقة. وفي هذه الحالة نقدروا نقولوا non è il caso غير بوحدها بلا ما نقولوا non è il caso di preoccuparsi، فتتكون مفهومة من سياق الكلام، ونقدروا نستعملوها في هذه الحالة حتى مع أي شخص متهيج أو مضطرب أو كيف ما تنقولوا بالمغربية منيرفي لسبب لا يدعو لذلك. فتنقول له مثلا كالما non è il caso، تهدن ما كاينش علاش تنيرفا. وهنا كالما استعملناها كفعل اللي هو الأصل ديالو كالماري. إذن هنا هاد الجملة يمكن لنا نخاطبوا بها الذكر أو الأنثى. أما في الجملة الأولى من يقولنا اللي شفنا في المشهد من يقولنا sta calma استعملنا الصفة، والصفة تتبع الفاعل في الجنس، يعني إذا كان ذكر أو أنثى الصفة تختلف، إذا كان ذكر كالمو إذا كانت أنثى كالما.
وتتبعوه حتى في العدد إذا كان مفرد أو جمع. أما إذا استعملنا الفعل كالما يمكننا نخاطبوا به الذكر والأنثى، وهو هنا فعل أمر. كالما نون الكازو، ونقدروا نعبروا بنبرة صوتية يعني منفعلة أو نبرة صوتية هادئة. شي واحد غضبان ومضطرب لسبب لا يدعو لذلك، نقدر نجاوبه تحنا بنبرة صوتية منفعلة ونقول له أي كالما نون الكازو، ونقدر نجاوبه بنبرة صوتية هادئة ونقول له أي كالما نون الكازو، ما كالما نون الكازو، تهدن ما كاينش علاش تنيرفا، أو نقولوا ستا كالمو نون الكازو. أوكي، الآن نشوفوا المثل الأخير اللي غادي نستعملوا فيه هاد العبارة، وإليكم المشهد، وحنا تنسمعوا نركزوا مزيان. Sono nel caso di fare quel muso lungo. Sono nel caso di fare quel muso lungo. Sono nel caso di fare quel muso lungo. Adesso non è il caso di fare il muso lungo. Adesso non è il caso di fare il muso lungo. Adesso non è il caso di fare il muso lungo. الآن لا جدوى أو لا داعي أو الأمر لا يستدعي أن تتجهمي أو تقطبي وجهك هكذا. وهذه الجملة نخاطب بها الذكر أو الأنثى. وهنا سأقف على هذه العبارة المجازية اللي هي fare il muso lungo. fare il muso lungo هي عبارة مستعملة بزاف وعندها معنى مجازي وتتعجبني أنا بزاف، ومعناها تجهم أو تقطب وجهه. fare il muso lungo، وتقال للشخص الغضبان ويعبر عن غضبه أو عدم اتفاقه أو عدم رضاه بتجهم الوجه وتقطيب الحاجبين. أو بالمغربية لشي واحد زاعف ومقلق ويعبر عن غضبه أو عدم اتفاقه أو عدم رضاه بتجهم الوجه وتقطيب الحاجبين. بالمغربية تنقولوا ما كاينش علاش تقلق وتعقد حواجبك. non è il caso di fare il muso lungo. il muso lungo هو الوجه الطويل. lungo هو طويل أو ممدود، ويمكننا نستعمله عوض هذه العبارة non allungare il muso. lungo هي الصفة والفعل ديالها هو allungare. allungare بمعنى مد أو بسط. العبارات بجوجهم صحاح، إما non è il caso di fare il muso lungo أو non allungare il muso. وكلمة موزو كان سبق لي وشرحتها في حلقة من الحلقات، لا أتذكر إن حلقة كانت، ولكن كيف ما كان أنا تنخلي لكم روابط ديال جميع الحلقات السابقة في صندوق الوصف اللي بغى يرجع لهم. وكنت قلت فيها بأن الموزو يطلق على وجه الحيوان، أما وجه الإنسان فيسمى فيزو أو فولتو. ولكن في الواقع الإيطاليين في كلامهم يستعملون موزو حتى لوجه الإنسان، بالخصوص في مثل هذه الحالة عندما يكون الشخص غضبان أو إريتاتو لسبب لا يدعو لذلك. فيمكننا نقول له مثلا perché hai sempre il muso. بالمغربية تنقولوا هذه العبارة هذه بزاف، علاش دائما مخسر علينا كمارتك. فحتى المغاربة ما تيستعملوش وجه في هذه الحالة، تيستعملوا كمارة للتعبير عن غضبهم تجاه هذاك الشخص اللي تينفعل بلا سبب. إذن هنا عندنا ثلاثة العبارات باش نعبروا على نفس المعنى. non è il caso di fare il muso lungo، non allungare il muso، والعبارة الأخرى perché hai sempre il muso، علاش دائما مخسر علينا كمارتك. المهم أنا تنعطيكم هاد العبارات وتنزيدكم مع عبارات بديلة باش توظفوهم في حديثكم اليومي بدون أي حرج، لأنها عبارات مستعملة بزاف عند الإيطاليين. وحتى إذا سمعتوها أو شي إيطالي خاطبكم بهذه العبارة تعرفوا المعنى ديالها وتجاوبوا على أساس أنكم فاهمين. أوكي، في هذا الدرس أو في هذا الفيديو غادي نكتفيو بهذا القدر، لأن أول مرة
تيكون عندي فيديو قصير اللي المده ديالو مثلا 15 او 18 دقيقه، وفي هاد الفيديوهات السابقه المده كانت تقريبا بين 20 و 30 دقيقه، لان انا تنظن بان حصه ديال نص ساعه ماشي بزاف على من يريد تعلم اللغه بجديه. ولكن انا تناخذ بعين الاعتبار جميع المتتبعين، لان كل واحد وحسب طاقته الاستيعابيه. كاين اللي تيقنط بسرعه، مع ان ملي تنبقاو نسكروليو في مواقع ديال السوشيال ميديا تنضيعوا الوقت بزاف وما تنحسوش، وتلقاو راسنا في بعض الاحيان ضيعنا ساعه او ساعتين بدون فائده. المهم يمكن لكم تكتبوا لي في التعليق ماذا تفضلون، واش الفيديوهات المده ديالها 30 دقيقه او اقل. وشعارنا دائما تعلم اللغات ليس مساله ذكاء او قدره على الاستيعاب، بل هي مسألة تكرار وتمرين وممارسة. لذلك سأطلب منكم تكتبوا جميع الجمل اللي جات في هذه المشاهد أو اللي درجتها أنا كجمل بديلة تؤدي نفس المعنى، وتكرروها خاصة أمام المرآة، لأنها طريقة فعالة جدا، وبالخصوص إذا وظفتوها في حديثكم اليومي. في الأول دربوا عليها في الدار قدام المرآة، ومن بعد وظفوها في حديثكم وبدون حرج، لأن كما قلت لكم هي مستعملة وتتبين بأنكم مندمجين وتتعرفوا اللغة. وما تنساوش تدعمونا باللايكات وبالمشاركة في القناة، وتكتبوا لنا في التعاليق الجمل اللي عجبتكم أكثر أو الآراء ديالكم، أو لما فهمتوا شي حاجة مرحبا يمكن لكم تسولوني عليها. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد وعبارات جديدة.